السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله الفيديو صحه جيده. المهم اليوم غنشارك معكم هذا الفيديو بما غدا عند واحد البنت صاحبتي وجدتها كواحد الكوتي وشاركته معكم. شاركت معكم هذه الكيكه هذه بالليمون وخيزو اللي كتجي رائعه في المذاق ديال البنات، جربوها. وشاركت معكم هاد الكريويسات هادو حتى هما كيجيو زوينين في الشكل ديالهم وكيجيو هشاش. المهم هنا اول حاجه غادي ندير معكم المقادير ديال الكرواسه. هنا غادي تحتاجوا 2 ديال البيضات، وهنا السكر كيبقى على حسب كل واحد، يعني انا غادي ندير تقريبا واحد 4 المعالق. صافي غادي ندير واحد قبيصه ديال الملحه، وهنا غادي نحك واحد حامضه، غادي نحك واحد القشور ديال الحامض او ممكن ديروا حتى فاني، المهم كيبقى الاختيار ديالكم. حتى الحامض كيتواتى معاها بزاف، وجربوا مع البنات هاد الكرواسات كيجيو هشاش كيجيو زوينين. صافي دابا هنايا غادي نخدم هنايا العجينه ديالي، غادي نضرب مزيان السكر مع داك البيض، ضروري تضربوهم مزيان حتى كيذوب لينا داك السكر، وعاد من بعد نزيد المقادير الشي الاخر. وهنا البنات ما عرفتش كيفاش تحيد لي هذا المقطع ديال الزيت، راني درت واحد ربع كاس ديال زيت نباتيه حتى هو زدته. وهنا دابا غادي ناخذ واحد تقريبا 50 غرام ديال الزبده او معلقه كبيره. وهنا عندي 2 كيسان ديال الحليب دافين. انا درت هنا كما كتشوفوا الزبده مع هذاك الحليب باش كتذوب ليا. صافي وغادي نزيد عليها الخميره ديال الخبز، تقريبا غنزيد واحد معلقه كبيره حتى هي غادي نديرها هنا تذوب مع ديك الحليب والزبده. صافي هنا البنات غادي ندير الحليب اللي ذوبت مع الزبده المهم والخميره. دابا غادي ندير كاع السوائل. صافي غنخليهم غير يتخلطوا واحد شويه ينسجموا مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نزيد الدقيق الفورس الابيض. هنايا ما غاديش نعطيكم شي قياس او عبار معين، حيت صراحه هنا الدقيق درت عيني ميزان، يعني هنا تقريبا درت 2 كيسان ديال الحليب كبار مع معلقه كبيره ديال الزبده والمقادير اللي عطيتكم. صافي هنا غادي نبدا نزيد في الحليب عفوا في الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. اهم حاجه ان يعني تبقى العجينه مرخوفه، يعني ما تقصحوهاش، تكون مرخوفه. انا من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي تكون باش يجيونا كرواسات، يعني يجيونا هشاش ورطبين. قصحتوا العجينه ما غاديش يجيونا رطبين. صافي هنا غادي كما قلت لكم نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه. ها نتوما البنات على هذا الشكل هذا. هنا كما كتشوفوا راها مرخوفه، ولكن راه ضروري نخليوها هكا باش تجينا هشيشه. صافي هنا من بعد ما تدلكت ليا مزيان دلكتها مزيان غادي نشدها ونغطيها ونخليها حتى كتخمر على خاطرها، ومن بعد نرجع معاكم. حتى هنا بالنسبه للخميره البنات اهم حاجه انها تخمر مزيان، حتى هي كما خمرت مزيان كما كتجي مزيانه. هنا غادي ندوز نصايب معكم الكيكه اللي كتجي رائعه بالخيزو والليمون. هنا درت 4 ديال البيضات البنات، المهم البيض على حسب الحجم، كان عندكم حجم صغير ديروا حتى 5، انا عندي هنايا 4 البيضات كبار درت 4. صافي ودرت كاس ديال العنبه ديال السكر ديال السنيده حبيبات، غادي نضرب مزيان مع البيض حتى كيذوب لي داك السكر. هنايا غادي نزيد كاس ديال الزيت نباتيه. صافي هنا غادي ناخذ واحد 2 خيزوات متوسطين في الحجم ديالهم، وغادا نحكهم بهاد المهم بالحكاكه. هنا حكيتهم في هاد العيون اللي كيكونوا شي شويه كبار بالنسبه للخيزو، ما حكيتهاش في الجهه الاخرى اللي كتخرج رقيق بزاف. وصافي دابا هنا غادي ندوز نحك حتى هاد الليمونه.
تقدروا ديروا حتى الحامض، عرفتوا كتجي غزاله في المذاق البنات هاد الكيكه هادي، يعني داك الخيزو كيتواشى بزاف مع الليمون. وكيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا حتى الحامض الا بغيتوا. نتمنى ان شاء الله تجربوها، غير جربوها راه كتجي زوينه بزاف في المذاق ديالها. وتقدروا تزيدوا حتى واحد فانيلا البنات ما عنديش، المهم صافي درت غير حكيت غير الخيزو والليمون عفوا. وهنا هاد البنات هاد الكاس اللي كبيت دابا كاس ديال الليمون، كاس ديال العصير ديال الليمون. تقدروا ديروا اي عصير عندكم، المهم انا كان عندي ديال الليمون درت كاس ديال الليمون. صافي هنا غادي نبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع ليا يعني بحال الكيك العادي. تقريبا هنايا خدات ليا واحد 3 الكيسان ديال الفورس. صافي هنا غادي ندير واحد خماره ونص ديال الحلويات. صافي هنا البنات غنخوي الخليط ديالي في المول وغادي ندخلها للفران على 180 درجه. غادي نشعل عليها المهم انا الفران ديالي كيشعل فوق لتحت، كنحاول نهبطها شويه لتحت. صافي هنايا من بعد ما خمرت ليا مزيان العجينه ديالي حتى هي غادي نشكلها دابا معكم، هانتوما معايا في الفيديو. صافي هنا البنات بالنسبه لهاد العجين هادي راه كتقدروا تشكلوا منها يعني تخرجوا منها التشكيلات اللي بغيتوا. اهم حاجه انكم يعني تجربوا هاد المقادير ديال العجينه، راه كيجيو غزالين كيجيو هشاش. صافي هنا البنات كما كتشوفوا يعني انا كنساعد يعني بشويه ديال المايزينا باش ما تلصقش ليا العجينه. وضروري البنات مايزينا، جربوا مايزينا ماشي بحال الفورس يعني كيقصح شي شويه العجينه. مايزينا كتزيد يعني كتزيد تعطي واحد الهشاشه وكتجيكم الكرواسه كتجيكم مورقه من الداخل. صافي انا كما كتشوفوا كنشكلهم على هذه الطريقه هادو كيجيو زوينين بهذا المنظر هادو. ممكن حتى تعمروهم باي حاجه الا بغيتوا تعمروهم بشي حاجه من الداخل. المهم انا خليتهم غير خاويين ما درت فيهم والو. وصافي هنا البنات من بعد ما شكلتهم كاملين غادي ندهنهم بشويه ديال البيض. صافي وغندخلهم للفران. وصافي هنا البنات غندخلهم للفران يعني ما خليتهمش يخمروا كاع ثاني مره. اهم حاجه انكم تخمروهم مزيان يعني في الاول. صافي ومن بعد ما تحتاجوش كاع تخمروهم عاوتاني مره اخرى. هنا دابا غندخلهم للفران على درجه الحراره 200 غراد صافي حتى كيطيبوا ليا من الفوق ومن التحت وغادي نخرجهم. وهانتوما البنات من بعد ما طابت عرفتوا البنات كيجيو هشاش بحال القطن كيجيو زوينين وحتى في الديكور ديالهم جاو غزالين. هانتوما
ودابا خليكم معايا، دابا غادي نمشي عند البنت صاحبتي وهانتوما معايا في الفيديو. وصافي البنات انا وصلت عند البنت صاحبتي. غتقول لي باش من مناسبه جيتي عندها؟ المهم البنات هي كانت تحولت، راه فينا هي دابا راه دازت عليها الشهره، كل مره كنقول لها غادي ندوز عندك ان شاء الله شي نهار ندوز عندك. ايوا بقيت اليوم غدا، اليوم غدا، حتى اليوم عاد كتاب. المهم من هاني نتجمعوا شي شويه نحيدوا غير القنطه. ونتمنى ان شاء الله البنات الفيديو ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش لي لايك البنات، ما تنساوش لي لايك، راه كتخليوني كتنساوهم دايما. كاين واحد الفرق كبير بين المشاهده. المهم نتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، واللي عاد كتشوف القناه ما تنسيش تضغطي على الزر باش ان شاء الله يوصلك كاع الجديد. وانا يعني فيما درت شي حاجه انا كنشاركها معكم، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. وكيف العاده البنات خليت لكم الراحه ومع السلامه. بلينا ديك